دكتور صفوت. استاذ احمد شاهين، اهلا بيك مره ثانيه. ردك ايه سواء على راي الدين او على راي الدكتور صفوت؟ وحضرتك برضو توجه لي الكلام علشان يعني نقدر نوصل لمعلومه. طبعا اتفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. فضيله الشيخ تفضل وقال وجهه نظره، والاستاذ صفوت العالم قال وجهه نظره. الدكتور صفوت العالم طبعا اولا في نقط عديده انا دونتها. اولا علم النجوم ليس من الريب في شيء. هناك ريبان، ريب مطلق وريب نسبي. المطلق هو علم الساعه، اما الريب النسبي فهي الامور المخفيه عن حياه الناس، وبالتالي من خلال حسابات فلكيه معينه او كما قال بعض ائمه السنه والاسلام مثل الامام متولي الشعراوي، علم النجوم ليس من الريب في شيء، هي حاجات مخفيه عن الناس بحسابات فلكيه تم الاستدلال بها، وبالتالي لم تعد ريبا عن الناس. فهناك فرق بين الريب المطلق والنسبي. التنجيم علم فهو علم. اي علوم تدرس المستقبل او الانسايت او استشراف المستقبل، في ناس بتستشرف المستقبل ممكن عن طريق الفنجان بتشوف المستقبل في احلام الكوتشينه. علم النجوم اي حاجه يطلق عليها علم هو علم الفلك فقط. اي حاجه ليها منهج يطلق عليها علم ساينس. في علم الفلك والنجوم ليها مش بيدرس في الجامعات؟ بيدرس في الجامعات. انا معايا دكتور في علم الفلك من بريطانيا، عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين. مش بنشوفه لان الحلال والحرام واقف حاجز ضد ان احنا ندرس العلوم دي. طبعا لما يتقال لي ناس ده حرام، مفيش حد هيروح يدرس حاجه حرام، لان احنا اعلى نسبه تدين على مستوى العالم الاسلامي وفي الشرق الاوسط هي مصر، وبالتالي لما تقول ده حرام فبيمنع ناس، لكن في ناس من الباطن بتضطر تتجه الى دراسه هذا العلم في الخارج مثل ما فعلت انا، لكنه يدرس بالفعل. وطبعا امريكا وبريطانيا واوروبا متقدمين جدا، فهذا العلم يدرس زي كيمستري، زي الماس، زي الى اخره. علم ليه مناهج، انا عندي مناهج بتدرس، يعني اي زي اي منهج بدرسها وبمارسها في نفس الوقت. فطبعا التنجيم انا بقول علم وليس له علاقه بالكهانه. يعني فضيله الشيخ قال ان الامور التاليه تدخل ضمن كذا 1 2 3 4 وعددها، وبالتالي فهو فرق ما بين التنجيم والعرافه والكهانه، وبالتالي فارجع تاني. انت بتسميه التنجيم ولا بتسميه ايه؟ الطب ياتي من دراسه الطب، التنجيم ياتي من دراسه تحركات النجوم والكواكب، وبالتالي التنجيم مستقاه من دراسه الكواكب والنجوم، فما فيش عيب يعني. لكن انا اقصد اقول ايه، فضيله الشيخ ودايما المسلمين بيتجهوا الى حديث الرسول: من اتى عارفا او كهانا فصدقه فلم تصدق له صلاه 40 يوما. وبالتالي فضيله الشيخ فرق، قال لك الامور 1 2 3 4 من ضمنها التنجيم، العرافه، الكهانه. ودكتور احمد قال مرتد عن الاسلام. مرتد عن الاسلام، وبالتالي فهو فرق ما بين التنجيم والعرافه، لانه هو في احاديث سابقه وفي نفس الوقت علماء اخرين يدخلون التنجيم ضمن العرافه والكهانه، لكن فضيله الشيخ فرق بينهم. دليل ايه حاجه ودي حاجه. طيب ايوه. طيب اسمح لي هنكمل مع حضرتك، بس نسمع الاول تقرير عن هذا الامر. هل هو تنجيم؟ هل هو علم بالفعل ولا هو شعوذه زي ما ضيوف الكرام ما بيقولوا؟ ومقام سيدي الكتنون لألعب بالبيضة والحجر. يلعب بالبيضة والحجر، هكذا صورت الأعمال الدرامية والأفلام الروحانية أو عالم الفلك، وظهر دائما في تلك الأعمال كدجال قادر على اللعب على مشاعر البسطاء. حصر الروحاني دائما في الأعمال الدرامية في تلك الصورة. نزل ايدك يا اسخطك. اسخطني؟ قديمة قلتها قبلك. بقول لك يا نسباه المعالج الروحاني. بتعالج بقى بالروح ولا بالريحة؟ لكن سرعان ما توجهت قنوات وبرامج بعينها إلى إبراز الجوانب الخارقة من الروحانيين، أو هكذا ادعوا. وكانت قصص السحر والجن مادة خصبة لعدد من الإعلاميين الذين اتجهوا إلى استضافة بعض الشخصيات التي ادعت قدرتها على التواصل مع الجن وتحضيره وصرفه، وكان المبرر كالعادة: الجمهور عايز كده. ده جن. وبالتزامن مع تلك الموجة فتحت بعض الفضائيات أبوابها للمنجمين الذين تباروا في طرح التنبؤات والتوقعات، منها ما يصيب ومنها ما يخطئ. كذب المنجمون ولو صدقوا، لكن البعض غلا في طرح تلك الموضوعات، ووصل الأمر إلى الادعاء بتحضير أرواح زعماء ورؤساء وشخصيات عامة على الهواء مباشرة. لا كده حضرتهم. وبالنظر إلى الساحر أو المشعوذ دينيا، فقد اتفق علماء الدين الإسلامي والمسيحي على تحريم السحر وتعليمه وممارسته، بل ذهب البعض إلى تكفير الساحر. أساتذة الإعلام وصفوا طرح تلك الموضوعات بالبحث الكاذب عن الفرقعة الإعلامية البعيدة عن المهنية. فهل تستمر تلك الفضائيات في اللعب على مشاعر الناس من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية، أم يكون ميثاق الشرف الإعلامي رادعا للباحثين عن فرقعة إعلامية واهية؟ احرق شكشوخ ولد تختوخ
بشبابه 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 القوة تدوم. بنرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه. استاذ احمد، انت كنت منور في التقرير، رايك ايه في التقرير؟ طبعا التقرير طبعا يعني هو مفسر نفسه. في فرق بين الساحر والمشعوذ والدجال وبين عالم الفلك الذي يستخدم حسابات فلكيه في استقراء المستقبل او علوم الانسايت، يعني استشراف المستقبل، ليس على مستوى الافراد فقط وانما الدول. طبعا ده ساحر مشعوذ دجال. العكس صحيح، الساحر يستخدم اي علم الفلك، هو اعلى العلوم في الارض. الساحر يستخدم الفلك من ناحيه اعلى العلوم في الارض. اعلاها يعني ايه؟ اعلى العلوم قمه. اقدم العلوم اقدم العلوم البشريه وهي علوم سيدنا ادريس، هي علم الفلك والنجوم. سيدنا ادريس معلش يطلق عليه همس الهوامسه في الثقافات الاوروبيه وكده، او اخنوخ الى اخره. استحاله ان ويدخل ضمن نطاق وعلم ادم الاسماء كلها. إضافة إلى أن الله لا يقسم أن الله لا يقسم إلا بكل عظيم والسماء ذات البروج. اتكلم في دكتور أحمد القرآن والسنة لا شأن لك. لا أولا نكتب. لا ما اكتبش، أنا لا أسأل على أستاذ كمال. كل أستاذ كمال لا زي ما عايز، إنما القرآن والسنة لا. أنا ممكن أتكلم أولا. اتكلم في تخصص بعيدا عن أنا أتكلم قدام البسطاء. لو سمحت أنا ما قاطعتكش. نتنبأ دلوقتي. احنا نقول هل ده علم ولا يستشهد خطأ بالقرآن؟ لا ما استشهدتش خطأ. لا انت تتكلم في لخبطتك، انما القرآن لا مش بعيد. ابعد عن التشريع. خلينا ندخل مره ثانيه. لا أذن لك بالتشريع. اولا انا مسلم. انت مش متعلم. لا انت لست مسلم. مين قال لك ان انت مسلم؟ اذا كنت انت بتناقض ربنا. لو سمحت لا مش مسلم. ده مش نقاش. حضرتك كلمنا. لا طب يتكلم في تخصصه. طيب لا يذكر انبياء ولا قرآن ولا سنه. طيب ازاي الكلام ده؟ هو كده يا استاذ. انت مش عارف القرآن والسنه. اولا انا حافظ القرآن الكريم. انا بقول لك لا شأن لك بالقرآن. انت مرتد عن الاسلام. فلا تتحدث عن الاسلام. احنا دلوقتي بنناقش قضيه. ده مش حوار. يناقش يتكلم في تخصصه في لخبطته. يا دكتور احنا دلوقتي يعني سيدنا ادريس يقول انه كان بيستخدم السحر؟ لا طبعا. يقول على سيدنا ادم وعلم ادم الاسماء كلها، يعني كان ساحر. ما حضرتك ترد عليه. ارد ازاي؟ ما فوتهاش. انت الشعب المصري 80% منه جاهل وأمي. حضرتك موجود عشان ترد. لا شوف، يتكلم في تخصصه الا القرآن والسنه والانبياء. تكلم في انا بقول لك كده، لا شأن لك بالشريعه. ماليش دعوه. لا شأن لك بالشريعه. استاذ احمد هو ده نظام الكهنوت. لا مش الكهنوت. استاذ احمد الدجل اللي انت بتمارسه مش بالشريعه. اولا قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم مالكش دعوه بالله يا دكتور احمد. طب يكمل كلامه. لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. انت منهم. انت من تولى وكفر. يا دكتور احمد انت من يعني نحترم بعضنا. الناس اللي بتحكم. ماشي حضرتك يعني تعلمنا يا فندم. ماشي انا ما قطعتكش. لست عليهم بمسيطر. وجه لي الكلام. وجه لي الكلام. انا حافظ القرآن الكريم كاملا. ثانيا بعيدا بقى عن القصه دي، خلينا في العلم نفسه. الاستشهاد بالقرآن والسنه ممنوع. اصلا كمان معايا ممنوع. خليك في الدراسه على مذاهب الارض. لا درست ولا بتاع ولا في معاد امريكيه ولا الكلام اللي بتقول عليه. سيد الفاضل استاذ احمد، وهات عنوانها للمشاهدين. استاذ احمد، المعاهد الامريكيه والبريطانيه دول هات لي قدام المشاهدين. هات عناوينها. انا هقول اهو. طب هات عناوينها. الصوت العالي مش هنسمع حاجه. هات عناوينها والمشاهد مش هيفهم حاجه. بس هات عناوين المراكز يعني في وقتك. صاحب الحجه الضعيفه هو اللي لا لو سمحت هد لحضرتك كل الفتره اللي عايزها. اتكلم. انا في مبدا هتكلم عليه في الحلقه. اتفضل. يلخبط زي ما عايز ما عدا التشريع الديني لا شأن له. وادي ورق لحضرتك. انا بصل له. مش هسيبك تتلخبط برضه. عايز تزود حاجه. مش هسيبك يا دكتور احمد. لا والله ما هسيبك ولا اسيبه. طب احنا مش جايين هنا عشان نعجن في القرآن والسنه. احنا مش قاعدين يتكلم في يا سيد الفاضل دلوقتي وجه لي الكلام واتكلم في العلم نفسه اللي انت بتقول عليه علم. يلا اتفضل. سيدنا هيقول سيدنا ادريس كان ساحر وسيدنا ادم كان ساحر. عدينا الجزئيه دي. ما عدناهاش. ده انبياء ورسل. اولا كامل اللي انا بقول عليه ده يعني احنا بنقول مصمم عليه. لا يقسم الله الا بكل عظيم. هاخد من الجزئيه دي فلك بمواقع النجوم والسماء ذات البروج والسماء والطارق، حتى التراجع اللي هي الاتصالات الفلكيه المعينه، تراجع الكواكب وتراجعها فلكسون بالخنس الجوال الكنس. الخنس تراجع الكواكب في مداراتها، جميع الكواكب تتراجع ما عدا الشمس والقمر. الجوال الكنس اللي هي الكواكب، فالله ذكر. ادخل تاني في النقطه. الفراعنه قال فضيله الشيخ احمد
ان الفراعنه استخدموا الفيزياء الفضائيه بقى بالدكتور احمد لو سمحت. خليك انا بحكم خليك في نفسك الحجه يا سيدي وجه لي كلامي. انت لا عارف تاريخ ولا جغرافيا ولا دين. خليك في الماس والالماس والبخور بتاعك. انما الشعب الفراعنه عايزين نسمع. ما انت مش عارف انجليزي. الماس يعني رياضه. اسمع حضرتك يعني انا مش هسمح له ان هو يتكلم في وقتك. يعني نحترم بعضنا. وقت انا كلامي ليه؟ ما تخليك في اللخبطه بتاعتك انت مالك ومال الاخرين. وجه كلامك ليا لو مالكش دعوه بكلامنا وباللي احنا قلناه. طيب لو سمحت. طيب بس وطي صوتك. ده مش يلا انا مش هتعلمنا ان احنا نتكلموش لو سمحت. انا قبل كده جيت معاك وعارف. كلمني انا. طيب اولا الفراعنه لم يستخدموا فقط الفيزياء الفضائيه وانما استخدموا بدليل الشعر اليمنيه استخدموها في الزراعه وقال الله تعالى وانه هو رب الشعر. بالنسبه لتحضير الارواح هو حتى ادخل في العلم بتاعك. هو تحضير الارواح هو من ضمن الذكر والتقرير. تحضير الارواح علم منذ قدم ويدرس في الجامعات منذ العام 1848 وهناك شواهد تدل على تدريس هذا العلم. عندكم في جامعه القاهره. بالنسبه للتنجيم اللي هو المتواجد في الغرب منذ فتره طويله. فين؟ في الغرب؟ طبعا. تمام. دلوقتي مش في فضائيات مخصصه للاسترولوجي حتى الباست لايف اللي هي الحيوانات الماضيه وقراءه الطاوت موجوده. هل الغرب متخلف؟ الغرب متقدم. فاحنا بنقول دلوقتي ان مصر بس هي اللي لا العالم كله بيستخدمه وامريكا متقدمه وفي فضائيات مخصصه لعلم الاسترولوجي. طب انت تنبؤاتك بتبقى ناجحه بنسبه كام في المية؟ 87.2% على نسبه التوقعات على مستوى العالم. انا تابعت حوار لحضرتك حوار واحد. كان مع جريدة الوفد. حوار واحد اللي قدرت عليه يعني يعني ما شاء الله انت حوارات كتير بس حوار واحد. كان في ديسمبر 2014. توقعات 2015 عودة الفريق احمد شفيق ويمسك رئيس وزراء. تمام. ما اقول لحضرتك حاجه اكمل. اولا في توقعات كتير نشوفها وبعدين نحكم حصل وما حصلش. في حاجات كتير حصلت زي داعش وزي فتن حمامه الى اخره. لا ده انا بكلمك في واحد النقطه بس اللي ما حصلتش. ليه يا سيدي؟ احنا بنتكلم على 2015. تمام. السنه اللي فاتت خلصت خلاص. هي التوقعات توقعت كان اكتر من 20 30 توقع. يا سيدي ماشي انا هقول لك اهو. الفريق انا حافظهم. الفريق احمد شفيق يبقى رئيس وزراء. تمام. تحصل ثوره في مصر. قلت ستفشل ومعايا الفيديو يا فندم انت قلت هتحصل ثوره في مصر وهرج ومرج وفي الجيش في الاخر اللي هيسيطر. لا وقلت ان بشار الاسد وان بشار الاسد هيقتل. لا الفيديو موجود. ايه ما هو انا بقول لحضرتك الثوره ولكن سيكتب الله لها الفشل. الفيديو هات الفيديو كامل. ماشي حصلت ثوره. لا مش ثوره. انا قلت تحصل المشاكل من اسماء باسم خفاجي ايمن نور الى اخره ولكن الثوره سيكتب لها الفشل. قلت بشار الاسد هيموت ولكنه سيخططون ان الثوره تنجح لكنها فشلت. انا الفيديو موجود. طب خد الكبيره. ايه قلت الاهلي هياخد الدوري. لا قلت الزمالك. لا الاهلي هياخد الدوري. الزمالك يا سيدي والله كان ليا حوار على احد القنوات قلت ان المستشار مرتضى منصور ده السنه دي الاهلي المستشار مرتضى منصور هيستقيل ويرجع في البتاع والزمالك والزمالك سيتقدم. اضافه ان الوفد كانت حوار محدود ما اتاحتش الا نقول كل حاجه. بالنسبه لفريق احمد شفيق هناك بعض الاشياء خاصه الامنيه والتي تخص الدوله بقولها يتم اخذ الحذر منها من جهه. انا بتكلم في 2015 اللي هو خلص احنا مش بنتنبأ للمستقبل. بدليل ان فريق احمد شفيق لم يتم رفع اسمه رقم الترقب. بياخدوا كلامي بثقه لانهم عارفين توقعاتي صادقه وبالتالي بياخدوا حذر. عوده مره ثانيه للدكتور صفوت. دكتور صفوت شايف الكلام ده ازاي الاول؟ ما هو يعني احنا للأسف الشديد نحن نسير في درك إلى منحدر. هذه إعلاميا هذه وسيلة إعلام عامة يراها الجميع مثقفين محدود الثقافة أميين ويراها الجمهور العام. بس انتشرت جدا الفترة اللي فاتت. لحظة مش معنى الانتشار وأنا يعني من سنوات طويلة أؤكد مثلا إن الإعلانات بنبدأ من الإعلان اللي نتيجة جنيهات قليلة يعظم من أن هذا الخبير الروحاني يأتي لك بالخطيب ويفك السحر ويفعل كذا وكذا وكذا كلها استغلال لحاجات البسطاء. مثلا الرجل الذي قد يكون قدرته الشخصية محدودة وهناك مشكلات في الإنجاب. هذا الأمر يمثل أزمة نفسية للبسطاء وفي الأسر المصرية يحدث كثير من الجدل والنقاش حوالين أن فلانة تزوجت وتأخر الإنجاب أو أنها تنجب مثلا بنات يعني حول مثلا فتاة تأخر زواجها سنوات طويلة.
مش عارف